يوقع عبد شكوى. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. معي في هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة المباركة في على طاولة لجنة التحكيم أخي الكريم شيخ محمد يحيى، فأتركه معه. كيف حالك يا شيخ؟ أنت ما شاء الله حفظك متين. عارف سورة العنكبوت؟ ابدأ كده في أول سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وحسب الذين آمنوا السيئات يسبقونهم ساء ما يحكمون. سأله الشيخ محمد ليبدأ من أول سورة العنكبوت فقال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. كان من الممكن أن يكمل ويقول وهم لا يفتنون، ولكنه معلم وما شاء الله متقن، رجع وقال أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب قول لي كده: منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأتقوا السجود الذين ينفقوا فيهم وكل شيء كل الجنود فيهم وإذا مس الناس الأمر دعوا بوابين ثم إذا تقاموا إذا فرقوا. فتح الله عليك. بارك الله ما شاء فيك. الله. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوه في اثنين أهو، يعني بيقول في موضعين أهو. طب يلا خش بقى يا شيخ محمد في قول لنا كده، قول الأول إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله إن الإنسان لذو كفر. اسم السورة إيه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعدوا نعمة الله إنه غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنه غفور رحيم. في سورة إيه؟ سورة النحل. الله. يعني الراجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم، قلت آية كده عرضا، هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. طب خلينا نسأل كده يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ اديني الموضع الأخير. سورة القلم. الله أكبر. سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله؟ قم. سورة الصافات. الله أكبر. أكمل. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم. أيوه. أفلا تذكرون؟ تذكرون. أم لكم سلطان مبين. طيب كويس. طيب كويس. خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ فما لكم كيف تحكمون. فما لكم. وهم شركاء يخلق ما يدعون قل أودكم تفعلون فاتتكون وهم شركاء ما يدعي الحق قل أودي الحق الحق يحكم لا بلا كيف تحكم صح؟ طيب فصل صح. ما شاء الله. صورة ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقة شوية يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا، لأن هذه الحلقة حلقة ماتعة
وما كنت أظن أن مثل هذه الحلقة يعني الشيخ أن يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن الشيخ محمد تديله كمان؟ طيب أنا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز. ماشي؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الإيش؟ يونس. ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا الأنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول، اتفضل. سورة الملك. طيب. سورة يا سلام. النمل. الله أكبر. ثلاثة. طيب أنا طلبت منك موضعين، ما شاء الله وأنت جبت 4 مواضع. طيب الموضع اللي في سورة الملك اقرأ كده، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول هذا كنت صادقين قل إني أفعل وإنما أيديهم به. فتح الله عليك. والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور، اخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لان كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه. يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطاه الاهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الاخ الفاضل. فيعني اشكرك شكرا جزيلا، والله لقد أحببتك في الله. لله في خلقه شؤون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وإبداع آخر ونماذج أخرى تحتذى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، يا حسرة.